أخلاقيات العمل. احنا بنتكلم مع طلاب التعليم والتدريب المزدوج عن تأهيل بيئة العمل، وده الفيديو الرابع. أخلاقيات العمل، أخلاقيات المهنة وتأثيرها على الأداء الوظيفي في ظل تبني الإدارة بالأهداف في المؤسسات. تعتبر أخلاقيات المهنة من المواضيع الشائعة في الإدارات والتي تحظى باهتمام متزايد وملفت للنظر في السنوات الأخيرة، حيث ظهرت عدة دراسات حول مجال أخلاقيات المهنة باعتبارها أساس حياة الأفراد، وظهرت منذ بدء الإنسان للتمييز والتقييم ما هو جيد عما ما هو يسيء في العمل بالتزام أخلاقيات. نبدأ مع بعض نشوف مفهوم أخلاقيات المهنة. تعد أخلاقيات المهنة من المفاهيم الشائعة والمتناولة في عصرنا، ولذا في المطلب سوف نتعرف على مفاهيم أخلاقيات المهنة وأهم المبادئ ومصادرها. تعريف الأخلاق. الأخلاق الخلق لغة بسكون اللام وضمها. مفرد أخلاق يعني العادة أو الطبع. الخلق اصطلاحا هي المبادئ الخلقية التي تتحكم في سلوك الفرد وتظهر الأخلاق في صورة أفعال أقوال تصدر عن الإنسان، وتوجد الأخلاق حيثما يوجد الإنسان، وهي ما يميزه ككائن عاقل عن غيره من الكائنات. ويعد تعريف الأخلاق علم معياري يتناول مجموعة من القواعد والمبادئ المجردة التي يخضع لها الإنسان في تصرفاته ويحتكم إليها في تقييم سلوكه، وهي مستمدة من تصور فلسفي شامل يتركز على الدين أو من العقل أو عليهما. تعريف أخلاقيات المهنة. المهنة آداب وسلوك، قواعد عامة للآداب والسلوك الاجتماعي في محيط المهنة حددتها اللوائح والقوانين المنظمة، ومخالفتها أو عدم مراعاتها يعرض صاحبها للنفور والنبذ من الأعضاء الآخرين، بل يصل إلى حد توقيع الجزاء والعقوبة عليه في بعض الأحيان. تعريف واحد هي مجموعة عامة من المعتقدات والقيم والمبادئ التي تحكم سلوك الفرد في اتخاذ القرار وتمييزه بين صواب أو خطأ، جيد أو سيء، حلال أو حرام. تعريف تاني للأخلاق هي المبادئ والمعايير التي تعتبر أساسا لسلوك أفراد المهنة المستحب، والتي يتعاهدون بالتزامها ومراعاتها وعدم الخروج عن أحكامها. تعريف ثالث هي نظام المبادئ والقيم الأخلاقية وقواعد الممارسة التي أصبحت معيار السلوك المهني القويم، بحيث وجد لكل مهنة أخلاقيات خاصة بها تشكلت تدريجيا مع الزمن إلى أن تم اعتمادها قانونيا. ومن خلال التعريفات السابقة نستنتج أن أخلاقيات المهنة هي: 1. يجب على أفراد المنظمة تبني واحترام هذه الأخلاقيات. 2. تعتبر أخلاقيات المهنة من مكونات
نظرة المجتمع والمنظمة لفرض أثناء العمل. 3. مجموعة من القواعد والسلوكيات والمدونات التي تفرضها ثقافة المنظمة. يجب أن تتجلى أخلاقيات المهنة في تصرفات وسلوكيات كل فرد سواء اتجاه المنظمة أو المجتمع. الفيديو القادم إن شاء الله هناخد المبادئ الرئيسية لأخلاقيات المهنة، وده فيديو ممتع وشيق جدا، انتظرونا.